السلام عليكم شباب، رجعنا في فيديو جديد من برنامج علماء في الضوء. اليوم راح نتكلم عن قصة الخوارزمي محمد بن موسى، ويلا نبدأ بالقصة. الخوارزمي هو الاسم اللاتيني لعالم الرياضيات والفلك والجغرافيا الفارسي المسلم، واسمه الحقيقي محمد بن موسى الخوارزمي. ولد حوالي عام 780 في خوارزم بالقرب من خراسان الكبرى في إيران، وتوفي حوالي عام 850. وتلقى تعليمه في بغداد، وكان يعيش في العصر الذهبي للخلافة الإسلامية، حيث تطورت العلوم والفنون بشكل كبير، واشتهر بمعرفته الواسعة في مجالات الرياضيات والفلك والجغرافيا. قام بتأليف الكتب الرياضية البارزة، منها الكتاب في حساب الهندسة والمقاييس، وهو يعد من أهم أعماله في الرياضيات. قدم مفاهيم جديدة في الجبر، وكان له دور هام في تطوير هذا المجال، وأسهم في تحسين الجداول الفلكية وأجهزة القياس. كتب حول الجغرافيا والخرائط، وساهم في فهم شبه الجزيرة العربية وخصائصها الجغرافية. نشط في نقل الأعمال اليونانية والهندية إلى العربية، مما ساهم في حفظ وتوسيع المعرفة الإغريقية والهندية. الخوارزمي واحد من أهم العلماء في العصور الوسطى، وأثر بشكل كبير في تطور الرياضيات والعلوم وفي العالم الإسلامي، ومن ثم في العالم بشكل عام. المصطلح الخوارزمية الذي يستخدم في علم الحاسوب اليوم هو مأخوذ من اسمه، ويشير إلى إجراءات أو تعليمات محددة وتستخدم في حل مشكلة أو إنجاز مهمة. كنا وصلنا لنهاية القصة. إذا عجبتكم القصة حط لايك وفعل زر الجرس واشترك بالقناة.